السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس رقم 16 من شرح برنامج إكسل المستوى الأول. درسنا النهاردة هيكون بعنوان استخدام الدوال المنطقية مع دالة F. برنامج إكسل بيحتوي على كثير من الدوال المنطقية، واللي هنتعرف النهاردة على 3 منها أو أهم 3 منها، وهي دالة AND ودالة OR ودالة NOT. والثلاث دوال دول يعتبروا أهم 3 دوال منطقية، وهنعرف ازاي نستخدمهم مع دالة F. الأول خليني أقول لك يعني إيه دالة منطقية. الدوال المنطقية اللي هي بترجع لي true أو false. دي دالة بتاخد مجموعة من القيم، قيمة أو مجموعة من القيم، وبترجع لي يا إما true في حالة تحقق يا إما false في حالة عدم التحقق. هنفهم الكلام ده عملي دلوقتي مع بعض. في المثال دوت محتاجين نقول في الخانة دي إذا كان الموظف عدد الساعات بتاعته فول تايم والجوب ريتنج بتاعه أعلى من 3 رجع لي هنا true، وإلا رجع لي false. طيب دالة AND إمتى بترجع true وإمتى بترجع false؟ دالة AND بترجع true لو جميع الشروط اتحققت، وبترجع false لو في شرط واحد ما اتحققش بترجع لي false. انت قد يبدو الأمر ليك دلوقتي مش مفيد ان انا ارجع true او false، لكن خليك معايا زي ما قلت لك ان ده المستوى الاول، ودي اساسيات لازم تتعلمها معايا واحده بواحده. يبقى احنا محتاجين هنا نكتب دالة AND زي ما اتعلمنا، هنقول يساوي AND على طول هو فتح لي قوس. لاحظ معايا هنا في الهنت بتاع دالة AND بيقول لي اللوجيكال 1 واللوجيكال 2 وهكذا، يعني الاختبار الاول والاختبار الثاني او المنطق الاول والمنطق الثاني. انا محتاج الموظف اللي الستيتس بتاعته ان هو فول تايم. هقول له اول اختبار D2 بتساوي فول تايم، وفول تايم قلنا ان هي قبل كده سترينج او نص لازم يتكتب بين دبل كوتيشن. اكتب فول تايم، وبعد كده انتقل لللوجيك الثاني او اللوجيكال 2 عن طريق الكوما. وقلت لك ان الكوما دي ممكن تكون في اصدارات تانية من المايكروسوفت اكسل زي 2013 مثلا بتكون فاصله منقوطه. الاختبار الثاني محتاج اللي الجوب ريتنج بتاعه يبقى هاجي على الخليه اللي في عمود الجوب ريتنج واضغط عليها، مالها بتساوي او اكبر من او يساوي 3 واضغط انتر. لاحظ هنا رجع لي فولس ليه؟ لان في شرط اتحقق اللي هو فول تايم، والشرط الثاني ما اتحققش اللي هو الجوب ريتنج 1. هاجي هنا واعمم الصيغه عن طريق مقبض التعبئه هنا واضغط عليه دبل كليك، هلاقي في بعض الناس اتحقق لها ترو وناس فولس. واحد زي ده مثلا الجوب ريتنج بتاعه 4 هو فول تايم فرجع لي ترو. واحد زي ده مثلا رجع لي فولس مثلا، ده مثلا او ده رجع لي فولس مع انه 3 بس لانه مش شغال فول تايم، شغال اورلي او عدد ساعات. طيب كده احنا اتعلمنا دالة AND. يبقى دالة AND مراجعة سريعة بترجع ترو في حالة تحقق جميع الشروط، وبترجع فولس في حالة عدم تحقق على الأقل شرط واحد. يبقى علشان ترجع ترو لازم كل الشروط تتحقق. المثال الثاني النهاردة أو الدالة الثانية معانا هي دالة الأور. خلينا برضو عشان ما نتلخبطش نكتب هنا كده AND ونكتب هنا OR. في الدالة دي بقى أو في المثال دوت عايزين نرجع ترو أو فولس في حالة تحقق أحد الشروط. أنت لو خدت بالك حتى OR يعني أو، هنقول له شرطين، لو في شرط فيهم متحقق هيرجع لي ترو، هيرجع لي فولس في حالة عدم تحقق الشرطين. يبقى AND بترجع ترو في حالة تحقق جميع الشروط فقط، وأور بترجع ترو في حالة تحقق أحد الشروط. احنا هنا محتاجين نقول له الموظف اللي شغال فول تايم او اللي الجوب ريتنج بتاعه اكبر من او يساوي 3. هنقولها ازاي؟ هنقول يساوي ونقوم كاتبين الداله على طول اور الستيتس بتساوي، افتح دبل كوتيشن واكتب فول تايم او جوب ريتنج دوت
اكبر من او يساوي 3 ونقفل القوس ونقول له انتر ونعمل تعميم للصيغه. لاحظ معايا هنا واحد زي دوت كل ده ترو ليه؟ مع ان هنا في فولس، لان هنا الجوب ريتنج بتاعه 3 ده الشرط ده متحقق لكن الشرط ده مش متحقق فرجع لي ترو. يبقى دالة اور بترجع ترو في حالة تحقق احد الشروط وليس كل الشروط، وبترجع فولس في حالة عدم تحقق جميع الشروط. مثال الموظف دوت الجوب ريتنج بتاعه 1 وهو شغال هاف تايم مش شغال فول تايم، بالتالي ترجع فولس في الحالة دي. وبكده تكون عرفت دالة اند ودالة اور. الدالة اللي بعد كده وهي دالة نوت. دالة نوت دي بتعمل ايه؟ دي بتعكس الجواب. يعني لو دالة اور مطلعه لي ترو هي تخليه فولس، لو دالة اور مطلعه لي فولس تخليه لي ترو. خلينا نجربها كده ونقول مثلا قبل ما ناخد كده ناخد الدالة دي كده كوبي ونحطها هنا كده كنترول في نقول له انتر مرجع لي ايه؟ ترو. كده دي كده دالة اور. خلينا بقى نيجي في تحرير الشريط هنا كده ونكتب نوت. لاحظ معايا هنا كده نيجي هنا كده وهنكتب نوت ونفتح قوس ونقفل القوس تاني هنا كده ونضغط انتر. لاحظ دي كانت ترو. شوف معايا اللي حصل هنا ايه كده بقى. الترو دي دي كانت نفس الداله كتبنا قدامها بس نوت، الترو بقت فولس والترو هنا بقت فولس وهكذا، والفولس بقت ترو والفولس هنا بقت ترو. يبقى داله نوت بتعكس النتيجه. لو نتيجه الاختبار مطلعه لي ترو هي تخليها لي فولس وهكذا. كده انت اتعلمت داله اند وداله اور وداله نوت. ولكن في سؤال هنا بيطرح نفسه، انا هستخدم الدوال دي ليه بالصيغه دي؟ ولكن الامر هنا قد يكون غير منطقي استخدام الدوال دي لوحدها كده، عشان خاطر مش هستفيد حاجه لما ارجع ترو او ارجع فولس. لذلك معظم استخدام الدوال دي بيكون مع الدوال الشرطيه زي داله اف وداله كاونت اف او افريج اف او سم اف. هنتعلم ده دلوقتي ونشوف ايه الفايده بتاعه ان انا استخدم داله اف او الدوال المنطقيه مع الدوال الشرطيه زي داله اف النهارده. طيب هناخد مثال بقى على استخدام دالة اف مع الدوال المنطقية بحيث عشان نشوف الفايدة بتاعت الدوال دي ايه. في المثال نفس المثال بتاع دوت عمود البونص ده محتاجين هنا نقول له لو الموظف فول تايم والجوب ريتنج بتاعه اكبر من او يساوي 3 رجع له بونص 2000 جنيه باستخدام الدوال المنطقية مش باستخدام دالة اف. احنا عملنا الكلام ده باستخدام دالة اف المركبة. هنعرف ايه الفرق بينها وبين استخدام الدوال المنطقية دلوقتي. خلينا نقول بيساوي اف نفتح قوس تمام. اللوجيكال تيست هنا هيكون استخدامنا لدالة اند عشان خاطر نتأكد من تحقق الشرطين. الشرط الاولاني ان هو يكون فول تايم والشرط الثاني ان يكون الجوب ريتنج بتاعه 1. وعاوزك دايما تسأل نفسك عشان تفرق ما بينهم، انت محتاج الشرطين يتحققوا يبقى لازم اند. هكتب دالة اند اهو اند اختارها دبل كليك عليها فتح لي قوس الاند الدي 2 اللي هي الفول تايم بتساوي افتح دبل كوتيشن عشان ده نص واكتب فول تايم بعد كده تعمل الكوما عشان تكتب الشرط الثاني الجوب ريتنج بتاعه ده وتحدد الخلية اكبر من او يساوي 3 وتقفل قوس الايه قوس دالة اند. كده انت قفلت قوس دالة اند واعتبرت ان دالة اند هي اللوجيكال تيست بتاع دالة اف تمام. هتعمل بعد كده كوما عشان تخش في جواب الشرط بتاع دالة اف. حتى لاحظ لما يعني لاحظ هنا في الهنت ان هو عامل لك تظليل للهنت بتاع فاليو اف ترو. لو انا شلت الكوما راجع تاني اللوجيكال تيست حطيت الكوما دخل على طول في فاليو اوف ترو. احنا قلنا دالة اند هترجع لي فولس او ترو او فولس.
فهنا الفاليو افتروه هنا هقول له رجع لي بونص 2000 جنيه، والا يعني فاليو اف فولس، والا ما ترجعليش حاجه. فاعمل دبل كوتيشن فاضيه كده عشان يسيب لي الخليه فاضيه، واقفل قوس داله اف واضغط انتر. نعمل بقى تعميم للصيغه دي لكافه الجدول. لاحظ معايا هنا مثلا السجل رقم 5 دوت، الراجل ده شغال بارت تايم بس الجوب ريتنج بتاعه 3، بس هو شغال بارت تايم كده مش هياخد بونص. الراجل ده الجوب ريتنج بتاعه 5 وشغال فول تايم، اذا ياخد ايه؟ بونص. كده احنا استخدمنا داله اف مع داله اند علشان ترجع لي ترو في حاله تحقق الشرطين. هنستخدمها دلوقتي مع داله اور عشان ترجع لي ترو في حاله تحقق احد الشروط. يعني هنقول نفس الداله بالظبط، بس بدل ما هكتب اند هكتب فول، هكتب اور، هي بالظبط، واضغط انتر واعمل تعميم للصيغه. لاحظ معايا الفرق هيبقى عامل ازاي. الاول ما كانش في ناس كتير واخده بونص، دلوقتي ناس كتير اخد بونص. ليه؟ لان داله اور بترجع ترو في حاله تحقق احد الشروط، يعني اللي هيحقق شرط من الاثنين دول هياخد بونص، اللي هيحقق شرط واحد بس. لكن اللي مش هياخد بونص اللي هو ما حققش ولا شرط فيهم. طبعا قلت لك من شويه احنا عملنا نفس الطريقه او نفس المثال باستخدام داله اف، لكن هنا في فرقين جوهريين. الفرق الاول ان في داله اف انت لو عندك 10 شروط محتاج تكتب داله اف 10 مرات، لكن هنا هتكتب داله اف مره واحده وداله اند مره واحده وتكتب جواها الشروط او داله اور او غيره. ده كده فرق في المثال دوت بين استخدامنا لداله اف المركبه او استخدامنا لداله منطقيه مع داله اف. طيب دلوقتي احنا خلاص طيب دلوقتي خلينا نستخدم دالة نوت ونشوف ايه الفايدة بتاعتها في استخدامها مع دالة اف. في المثال اللي قدامنا دوت عاوزين نقول هندي بونص 2000 جنيه لكل الموظفين ما عدا اللي شغال اورلي، اللي شغال عدد ساعات، او اللي شغال كونتراكت بعقد. او لاحظ ان انا قلت او، يعني اللي هيتحقق فيه احد الشرطين دول مش هياخد بونص، بقيه الناس كلها هتاخد بونص. كلمه ما عدا دي استخدم معايا داله نوت على طول. بص معايا هنا كده، انا هقول له بيساوي، احنا عايزين ندي بونص لكل الناس ما عدا اللي هيتحقق فيه الشرطين دول. هقول له افتح قوس، اللوجيكال تيست قلناه ان هندي بونص لكل الموظفين ما عدا اللي شغال اورلي واللي شغال بكونتراكت. يبقى هقول له اور وافتح قوس الأور اللي يتحقق فيه أحد الشروط الآتية. كلمة أور يعني أحد الشروط. أول شرط اللي هو إن الاستاتس بتاعته بتساوي، وافتح دبل كوتيشن عشان دي نص، واقول اورلي ده كده الشرط الأولاني. والشرط الثاني الدي 2 برضه بتساوي كونتراكت. واقفل قوس الايه الاور. لاحظ معايا هنا هو دالة اور هترجع لي ترو في حاله تحقق احد الشروط. انا بقى عايز اعكس الترو دي واخليها فولس، اقوم بقى كاتب هنا اللي هي معناها كلمه ما عدا، اقوم جاي قبل دالة اور هنا كده وكاتب نوت وفاتح القوس بتاعها كده. دالة اف هترجع لي ترو في حاله كل الموظفين ما عدا ما عدا اهي نوت دي، ما عدا اللي هيتحقق فيه احد الشروط دي. تمام. واجي هنا كده واقفل القوس بتاع دالة نوت واقوم عامل الكوما عشان اخش في دالة اف تاني واكتب الجواب في حاله الترو اللي هو رجع لي 2000 جنيه والا ما ترجعليش حاجه، واقوم قافل قوس دالة اف وضغط انتر وعمم الصيغه. ولاحظ معايا اللي هيحصل دلوقتي، كل الموظفين اخدوا 2000 جنيه ما عدا ايه بقى اللي تحقق فيه احد الشروط اللي هو يا اما اورلي، الموظف ده اورلي، والموظف ده كونتراكت، والموظف دوت كونتراكت، وهكذا. يبقى دالة نوت بتعكس لي
دالة اور او دالة اند، وبستخدمها في امثله كتيره جدا يعني هنقابلها معانا في الشغل واحنا شغالين في الامثله المتقدمه ان شاء الله، وده مثال فيها. لما اكون عاوز ارجع 2000 جنيه لكل الموظفين ما عدا اللي يتحقق فيه احد الشروط الاتيه، بستخدم داله نوت مع داله اور. وبكده نكون اتعرفنا في درس النهارده على استخدام الدوال المنطقيه مع الدوال الشرطيه، او خصوصا مع داله اف. في الامثله المتقدمه ان شاء الله هنستخدم الدوال المنطقيه دي مع الكاونت اف والافريج اف، وهنعرف استخدامات كتير ليها جدا. محتاج منك تجرب بايدك كتير، عشان خاطر انت عارف ان العلم بياتي بالتعلم. يعني انت مش هتتعلم بمجرد الفرجه بس وخلاص، لازم تطبق بايدك. ولو في حاجه واقفه معاك اكتب لي في التعليقات، سواء على التيك توك او على اليوتيوب. وما تنساش تعمل اشتراك في اليوتيوب ومتابعه على التيك توك، وتكتب لي في التعليقات لو محتاج اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.